وبتبدأ قصتنا في مدرسة بيكون الثانوية للبنات، وبنشوف بنت اسمها سونج ماسكة آلة حادة وبتعيط، وباقي البنات في الفصل مصدومين وخايفين من اللي بتعمله، ومنهم اللي بتقول عنها منبوذة وإن ذنبهم إيه إن هي مخيفة ومنبوذة من الكل وليه بتفرغ غضبها عليهم، وبتحاول تقرب منهم لكن بتقف قدامها بنت وبتسألها أنت بتعملي إيه؟ فبتقول لها إن كل اللي بيحصل ده بسببها، وبتعيط وبتقرب عليها وبتعورها، لكن لما بتشوف الدم اللي بينزل منها بتجيلها نوبة هلع وبتفضل تصرخ على آخرها. وبنرجع فلاش باك لمدة 3 شهور، وده كان مع بداية الدراسة، وسونج منقولة لمدرسة بيكون، وبنعرف إن تشوي هي رئيسة مجلس إدارة مجموعة بيكون، واللي بتكون واحدة من أكبر 3 شركات في البلد، وأخدت جائزة تطوير التعليم. وبعدها بنشوف سونج وهي رايحة الفصل بتاعها وبيعرفها المدرس للطلبة، وقتها بتفتكر كمية المدارس اللي اتنقلت لها لأنها واضح إنها ما بتعمرش في مدرسة، وعرفت زمايلها باسمها وإنها اتنقلت لمدارس كتير قبل كده بس محدش بيهتم بيها ولا بيديها أي ردة فعل، فبتستغرب رد فعلهم، فبتدخل عشان تقعد، وهي بتقول لنفسها انها لازم تتجنب الفشله والمتنمرين. واول ما بتقعد جنب واحده نايمه، فبيطلب منها المدرس انها تصحيها، وبيعدي اول يوم لها على خير لحد ما بتروح تاني يوم، وهي بتقرر انها تفرز زمايلها عشان تعرف مين اللي ممكن يكون صديقها ومين اللي ممكن يأذيها، وبتبدأ تتعرف على الكل وتشخصهم عشان تعرف تتعامل معاهم، وفعلا بتنجح في ده وبتتعامل مع كل واحدة فيهم. وبعدها بيعرفوها على يونج واللي بتكون مخيفة بالنسبة لهم لحد ما بتشوفهم بيضربوها في صالة الألعاب الرياضية. وبعد ما مشيوا البنات دخلت لها وطلبت منها تبلغ عن البنات دي لإدارة المدرسة، حتى لو هي خايفة فهتكون أحسن من تحملها الضرب والإهانة، أو على الأقل ممكن تتنقل لمدرسة تانية فتكون بعيدة عنهم. لكن بتسألها يونج عن اليوم اللي هم فيه، ولما بتعرف انه الخميس بتطلب منها تروح بسرعة للفصل، فراحت الفصل وهي مستغربة ايه يكونوا بيوزعوا جالاكسي يوم الخميس ولا ايه. المهم انها اول ما بتوصل بتقوم رئيسة الفصل وبتقول لهم يلعبوا لعبة التسلسل الهرمي، فبتسألهم عن معلومات اللعبة، فبيقولوا لها انها لعبة تصويت شعبي وكل واحدة بتصوت ل5 غيرها من الفصل، وانها مش إلزامية، ولو مش حابه تشارك معاهم تعمل زي يونج وما تحضرش. فبتتاكد ان يونج مكروهه من صحابها وكلامهم عليها، فبتحمل البرنامج وبتكتب كلمه السر، وبكده بتكون معاهم في لعبه التسلسل الهرمي. وبتوضح رئيسه الفصل اللعبه وانها عباره عن 5 فئات، والفئه الاخيره دي اللي مش بياخدوا اصوات واسمها الفئه اف، ودي الفئه المغضوب عليها في المدرسه ومن حق الكل ان هم يعذبوها ويتنمروا عليها، وخصوصا شله يون، وان بسبب عدد الاصوات اللي هياخدوا قصادها درجات في اعمال السنه. وبعد ما وضحت لهم كل حاجه في اللعبه بتبدأ كل واحدة تلعب وتصوت اللي عايزاه. اما سونج فبتلعب وهي زعلانه على يونج لانها مش معاهم، وبتلاقي ان كل اللي حواليها بيجولهم تصويتات وبيتنقلوا من فئه للتانيه الا هي، فبتفضل حزينه حتى لما بترجع البيت واتكلمت مع والدها وبتساله عن تعيينه، فقال لها انه هيتعين بعد شهر زي المره اللي فاتت، وان هم هينقلوا تاني بعد 3 شهور. وتاني يوم في المدرسه بتجيلها بنت من ال3 اللي كانوا بيضربوا يونج، وبتصفر وبتقول لهم ان الاستراحه بعد 10 دقايق، وبتطلب من سونج انها تقف والا هيمرمطوا كرامتها، ولسه هتقول لهم ان ده شغل عيال وهيحصل ايه يعني لو رفضت تقف. بس المسكينه قبل ما تنطق اساسا بتيجي واحده منهم ماسكاها ومرجعاها لاخر الفصل، وبتفضل تضرب فيها قدام الفصل كله زي ما كانت بتعمل في يونج. وبتروح المسكينه الحمام وبتشوف لو في اي علامات على جسمها، وبتسال نفسها ليه بيلعبوا العاب زي دي، وانه وضع عليهم من الاول ان هم اشكال غريبه. وفجاه بتلاقي حد بيحاول يفتح الباب عليها، وقتها بتعرف ان البنات اللي ضربوها دول شركاء في اللعبه وانهم بيستخدموها كتسليه. وبيدخلوا اوضه النقاش وبتلاقي ان كل اللي حواليها بيتعامل عادي كانهم متعودين على كده، واللامبالاه دي عادي جدا عندهم وانهم يتعرضوا للتنمر. وبتيجي تاني البنات دي لسونج وبتسالهم هيفضلوا يعملوا كده لحد امتى، فقالت لها ان هي مدربه علشانها هي وبس، بما انها هي اللي كانت في الفئه الاخيره لوحدها. وقبل ما سونج بترجع الفصل تاني بتقابلها بنت وبتطلب منها ما تدخلش، وبتشجعها انها تتحمل لان اللي بيحصل ده مش ذنبها، لان يون موجوده في الفصل دلوقتي وبتدور على الفئه اف. فقررت سونج انها تسجل لهم على تليفونها عشان تجمع ادله على البنات دي، لكنهم بيعرفوا بيمسحوا التسجيل وبيكملوا تعذيب فيها بطرق كتير، زي انهم يخنقوها بكيس ومناديل مبلله. فبتدور سونج على طريقه تخرج بها من الفئه اف، لكن البنات بتسمح لكل اللي في الفصل انهم يضربوا سونج ويرخموا عليها في اي وقت وفي اي مكان. وبعدها بتجيلها يونج وبتقعد معاها، واتفقوا مع بعض ان هم اللعبه الجايه كل واحده فيهم تصوت للتانيه بحيث يتنقلوا من الفئه اف للدي. فكلامهم بيوصل ليون والبنات اللي معاها، فقالت لهم ما تقلقوش من حاجه، ومهما كانت سونج ذكيه يونج هتخاف تعمل كده. وفعلا يونج لما قابلتها تاني قالت لها انها مش هتحط حد مكانها في الفئه دي، وبتسيبها وتمشي. وبتفضل سونج طول الليل تحاول معاها، بس يونج برضه بتفضل عند موقفها. ولما بترجع الفصل تاني بتروح لها يون هي والبنات وبيكتفوها وبيحطوا لها ديدان في بقها، بس سونج بترميهم. فبتمسكهم واحده من البنات وبتبقى عايزه تحطهم في هدومها، بس قبل ما بيحصل الكلام ده بتدخل هاري وبتدخل الفصل وهي بتضحك لسونج، وبعدت كمان البنات عنها ومدت ايدها لسونج وهي بتطمن عليها اذا كانوا اذوها ولا حاجه. وبتطلب من يون انها توقف اللعبه فورا لانها لعبه سخيفه وخطيره، لحد ما فاجئتها سونج وهي بتقول لها انت المجنونه لانك انت اللي عملت اللعبه دي اساسا.
فهاري ولا كأنها سمعت اي حاجه وسالتها لو عايزه تروح المستشفى ولا حاجه. اما سوفا بدات تلوم نفسها لانها المفروض ما كانتش تظهر كل حاجه عارفاها وبتشكرها وبتخرج من الفصل. اما هاري فبتكون سيرتها على كل لسان في المدرسه بسبب جمالها. اما سونج وهي مروحه فبدات تفكر في هاري وانها ممكن تستغلها عشان توقف العذاب اللي بتشوفه. وبعدها بنشوف هاري في الفيلا بتاعتهم والخادمه بتعرض عليها نوع من انواع الاحذيه الملكيه. وقتها افتكرت يونج لما كانت بتقرب السيجاره منها وهي بتطلب منها تبعد عن سونج، وبعدها بتطفي السيجاره في كف ايديها وبترجع تاني وبتفكر في سونج وهي ماسكه السي في بتاعها واللي بيكون ماسكها برضه المدرس بتاعها، وبيعرف ان سونج عايشه مع ابوها وان معاها جوائز من مدارس تانية في مجال الكتابه. وبعدها بيروح يحضر اجتماع مع باقي المدرسين ومديره المدرسه اللي لما بيعرضوا عليها قضيه العنف المدرسي فبتقول لهم انه في طالبه ابوها عظمه كبيره وسلطته اكبر وبتنهي الموضوع. وقتها بنشوف سونج في كيس اسود ومقفول عليها وهي بتسمع صوت كلب، لكن لما البنات بتفكها بتعرف انه صوت مسجل مش حقيقي واستخدموه بس عشان يخوفوها. وبترجع سونج الفصل بتاعها تاني بعد الاستراحه وهي بتتمنى ان ال10 دقايق بتوع الاستراحه يعدوا بسلام ومحدش يضايقها، بس للاسف ما بيجوش عليها الا في الوقت ده لانهم ما بيقدروش يلمسوها بعد المدرسه. وبتبقى مستغربه ان هم ما بيسيبوش اثر للتعذيب واللي بيعملوه بعد اذن الفئات العاليه زي A و B، وهي بتشك ان هاري هي اللي حاطه القواعد دي. وبعد ما بتفوق بتلاقي ان كل حاجه حواليها اتنظمت بدقه عشان اللعبه، واتفاجئت كمان ان الكاميرات اتشالت. وقتها شكت ان المدرس مش عارف حاجه فبتروح تساله عن الكاميرات. وقتها بتسمعهم مدرسه وقالت لها ان هم مش محتاجين كاميرات في فصلهم لان زميلتهم دو بتنقل كل حاجه زيها زي الكاميرات بالظبط. ولما بترجع الفصل تاني بتقابلها دو وبتقول له سونج ما تحاولش تضم المدرس لصفها. فبتبدا سونج تبحث عن دو اهلها وباقي البنات اللي بتساعدهم واهلهم كمان، فبتتفاجئ ان البنات دي مدعومه ومن عائلات غنيه وكبيره. فقابلت هاري بعدها وسالتها عن سبب نشأة اللعبه دي ولو هي اللي صنعتها ليه. فقالت لها هاري بكل سديه عشان المتعه لانهم بيتمتعوا باذيه الغير واللي موجودين للاسف في الفئه اف. فسالتها سونج اذا كانوا بيعملوا كده في البنات المنقوله، فهاري قالت لها دي مش غلطتك وبتسيبها وتمشي. فسونج قالت لنفسها انها طلعت مريبه اكتر ما كانت متخيله وبتروح تقعد مع يونج وهي بتعيط وبتقول لها انا مش عارفه ايه الذنب اللي ارتكبته عشان يحصل فيا كل ده، وانها للاسف ما عندهاش الشجاعه عشان تروح تقول لوالدها على اللي بيحصل فيها. وبتفضل تمثل انها بتعيط على يونج عشان توافق ان هم يتبادلوا الاصوات، لكن يونج برضه بترفض وان هي اساسا مش بتلعب اللعبه، فبتحاول تاثر وتضغط عليها بالجروح اللي موجوده في جسمها. فيونج قالت لها انها مش هتقدر تعمل كده وبتقترح عليها انها تطلب المساعده من بنتين معاهم في الفصل وبتقول لها ان هم غلطه في 2 في المدرسه. وبالفعل خدتها سونج وراحت لهم بس للاسف بيزعقوا لهم وبيمشوا. وبتخرج سونج من المدرسه وبتروح لباباها مكان شغله واللي بيقول لها انها مش هتتنقل من المدرسه طالما السنه الجايه اخر سنه ليها وهو هيمد شغله عشان يكونوا هنا. فسونج بتزعل اكتر لانها تفضل في العذاب ده لمده سنه. وتاني يوم في المدرسه يونج بتكون غايبه وبيقعدوا يبصوا لها كل زميلاتها ومفيش واحده منهم بتصعب عليهم. وقتها يونج بتكون في بيتهم وبتفتكر لما كانت بتتكلم مع سونج وقتها سمعتهم هاري، وبعد ما مشيت سونج قابلتها وهي بتقول لها اتصاحبت على سونج طب خليها تنفعك، وبتدوس على رجلها وبتمشي. وبتقدم هاري عرض الباليه والكل بيتفرجوا عليها. ووقت ما بتخلص العرض والهدوء مسيطر على المكان بتوقع سونج تليفونها فالكل بينتبه لها فبتسيبهم وتروح المكتب. فبتروح لها يون والبنات ببندقيه وبالفعل بتضرب على سونج بس مش بتيجي فيها. فبدأت تدور سونج على العقل المدبر للعبه وبتتأكد انها هاري وبيكون الفصل كله عارف بده. والمفاجأة كمان انها بنت المديرة. وبالليل بتكون هاري ودو يون مع ابهاتهم وبياكلوا سوا وبتطلب هاري من والدها انه يزود دعمه لجمعية السباحة المدرسية عشان في طالبة فقيرة اسمها سونج موهوبة في السباحة لكنها فقيرة. وتاني يوم بتروح يونج وبتملى استمارة طلب نقلها من المدرسة وبتروح سونج المدرسة وبتشوف جملة في طريقها ان الموضوع كله متعة وتسلية بس العنف مش هزار. فبتبدأ تفكر في كام حالة بتتعرض للعنف في المدرسة وبتقابل المدرس وهي ماشية وبيوقفها وبيسألها لو في حاجة حصلت معاها في الفصل. فبتقول من جواها انه مهتم بالموضوع وبتقرر سواء كان هينجح او لا انها هتقول له، لكن بتظهر دو وبتقول للمدرس ان المدير عايزاه. وبيبقوا المدرسين بيتمشوا وبيتكلموا على ان الطالبات بقت عنيفه وان دي وسيله هزارهم وانهم مختلفين عن جيلهم تماما. وبيشوفوا بنات المدرسه هم بيضايقوا سونج. وقتها بيتدخل المدرس لكن بيقولوا له ان هم بيهزروا فبتطلب منه سونج يوديها المستشفى. فبتحاول دو تمنعها لحد ما في النهايه وداها المدرس بالفعل. وقتها سالها لو عندها مشكله تقولها له، فطلبت منه يستدعوا لجنه العنف المدرسي لان زمايلهم بيتنمروا عليها وعايزاه يساعدها. فقال لها ان في طالبه اسمها وو طلبت منه المساعده السنه اللي فاتت عشان نفس السبب، وبيسالها لو يونج بتتعرض لنفس الشيء هي كمان، وبيقول لها انه هيساعدهم وبيصورها فيديو كمان عشان يثبت كل اللي حصل. وبيبدا الموضوع ينتشر بين البنات وبيقولوا على المدرس انه مختل ومش هيقدر يساعد سونج وانها غبيه عكس ما كانوا متوقعين. وبنلاقي ان فعلا المدرس وقف تصوير بسبب ان
مفيش اي حرقه او اثر على جسمها، وبيبقى عايز يحرقها بالميه المغليه، ولما بترفض بيضربها بالقلم لحد ما جت لها يونج وخلصتها منه، وبتحط له تليفونه في الميه وبتاخدها وبيمشوا. وقالت لها يونج ان هو حاولت قبل كده لكنه سرب الفيديو بتاعها اللي فيه تشوهات لجسمها على انها بترشيه عشان تكسب في المسابقه، لكن هو ابتزاها بالفلوس، وده كان قاعده من قواعد اللعبه اللي كلهم وافقوا عليها. فسالتها سونج ازاي عرفت انها مع المدرس، فقالت لها انها كانت بتديهم استماره النقل بتاعتها. وقتها شافت هاري عند والدتها المديره وطلبت منها تقول للمدرس انه يخليه في التدريس وبس ومالوش دعوه باي حاجه تانية. فبتطلب منها سونج انها تنضم للعبه عشان تخلصها من ده كله. فيونج قالت لها ان كل ده هينتهي لما تسيب المدرسه. فسونج قالت لها انها هتحاول تدمر اللعبه خالص، وبالفعل بترجع الفصل بتاعها، بس يونج ما بتحضرش لحد ما بيجي وقت اللعبه تاني واللي هو كل خميس. لكن لما بترجع الفصل تاني بتلاقي يونج وصلت عشان تشارك معاهم وتنضم للعبه، وبالفعل بيبدا التصويت. والمفاجاه ان سونج بيجي لها 5 اصوات، وده بيخليها تستغرب جدا، والكل بيفضل يبص على سونج باستغراب. حتى يونج هي كمان المره دي حد صوت لها ومعاها صوتين، واللي بيكون في الفئه اف المره دي بنت اسمها جي. وبتبدا سونج تفكر في الناس اللي صوتوا لها ويا ترى هم مين. اما يونج فبتكون زعلانه على اللي هيحصل في جي، لكن سونج بتقول لها ان ده في صالحهم وان هم اترحموا من العذاب. وبنعرف ان جي تعرضت لمؤامره من صاحبتهم البنات المسؤوله عن اللعبه. وقتها بدات تدور يونج على طريقه تساعد بها جي، فسونج قالت لها انها تتصرف بانانيه زيها، وافتكرت لما كانت بتزعق فيها وهي بتقول لها انت من الفئه اف. بس يونج فكرتها بوعدها وانهم عايزين يغيروا الفصل بتاعهم، بس سونج بتعتذر لها وبتقول لها انها خلاص اتغيرت لانها ما بقتش في الفئه اف. وبترجع سونج للفصل بتاعها، لكنها بتقابل هاري في طريقها وهي بتمسك ايديها وبتقول لها انا عارفه ان الموضوع كان صعب عليكي، لكن دي مش غلطتك وان ده مش هيحصل لك تاني، وهي اللي هتساعدها المره دي. فبدات سونج تفكر في كلامها وان هي دلوقتي فئه كويسه، وهتحاول تنسى ان هي دي المسؤوله عن اللعبه المختله دي وان مفيش داعي للعنف. وبتدخل الفصل وبيجي بعدها البنات عشان يبداوا يعنفوا جي، لكن بتيجي رئيسه الفصل وبتقول لها ان من قواعد اللعبه التنفيذ بعد يوم من التصويت. وبترجع كل واحده لمكانها. وبعدها بنشوف سونج في السوبر ماركت، ولما بتيجي تدفع الحساب بتجيلها رساله من واحده اسمها يو انهم هيمشوا سوا بكره للمدرسه. فبتشكرها سونج وبتقول ان اللي زيها شياطين، لكن من النهارده هي انضمت للشات بتاعهم، وبتلاقي من كل الموجودين ترحيب بيها وانهم يكونوا اصحابها. وتاني يوم بتبدا دايره التعذيب لجي، والبنات بتيجي وبتكلم سونج وبيعتذروا لها عن اللي حصل قبل كده منهم وانهم ينسوه ويبداوا من جديد. فبتبص ناحيه كرسي هاري، فبتعرف بنت منهم انها بتسال عنها، قالت لها انها ما جاتش المدرسه وانها في رحله النهارده. وبنشوف هاري وهي واقفه وبتجري عليها طفله، فبتطلب منها تفتح ايديها وبتبقى مجهزه الولعه وبتلسعها، دي مجنونه يابا. وبتروح تجري البنت وهي خايفه منها، فبتروح هاري المكان جدتها واهلها واقفين وبتقف معاهم. اما حياه سونج فبتبدا تكون احسن، والكل بدا يتعامل معاها بشكل افضل من قبل كده. اما هي فبتبدا تتعامل باسوأ مع كل اللي اقل منها، وبتتصاحب على كل البنات وبتضحك وتهزر معاهم. وبتقابل بنت اسمها ريم في الحمام، وبتعرف انها من ضمن اللي صوتوا لها، ولما بتسالها عن سبب مساعدتها بتقول لها مفيش سبب وانها قررت تساعدها لوحدها. وبتكلفوا كلهم بامتحان رسم، وبيسيبهم المدرس ويروح يتابع درجاتهم من المكتبه، لكن بيعرف ان المدير عايزاهم يرسموا اقرانهم، فبيروحوا بيكلمها فبتديله فلاشه وتقول انها من هاري، فبياخدها ويشغلها. وبيعرف ان هاري وزعت الدرجات وادت لنفسها الدرجة النهائية، ما هي زيطة. وبتبدأ الطالبات تقف في المكان المخصص ليها، أما سونج فبتفضل في مكانها وبتحلل وقفتهم إنها متسلسلة على شكل هرم طبقي زي اللعبة بالظبط، وبيبقى ده غريب بالنسبة لها. ولكن في النهاية بتروح وتقف مع الفئة بتاعتها. وبنيجي اليوم الخميس وجولة جديدة للعبة، وبتيجي سونج متأخر، ولما بتبدأ اللعبة بتعرف إنها ما حصلتش على أصوات خالص، لكن ده بيبقى حلم. وبتقوم بسرعة تطمن على إن معاها 5 أصوات، وبتروح المدرسة بعد ما قررت تعرف مين الأربعة التانيين اللي صوتوا لها. وبتقول للبنات إن غريب إن نسبة الفئة إيه كلها قريبة من بعض، وبدأت تشكك إن اللعبة فيها تزوير. لكن بتتكلم البنت اللي صممت البرنامج وبتقول لها إن لو اللعبة لقت أي تلاعب بتقفل تلقائي. فبترد عليها سونج إنهم مش واثقين فيها وإنهم ليه ما يبدلوش التصويت بخط الإيد. فبيوافق الكل على كلامها، وبالفعل بيعملوا كده. ورئيسة الفصل بتحسب الأصوات وبيطلع نفس الشيء، فبتقوم عشان تاخد الكتب لأوضة المعلمين، وبتبدل ورق التصويت بورق تاني عشان تعرف مين اللي صوت لمين. وبتعرف ان الأربعة اللي صوتوا لها هم هاري وريم ويون وبانج، واللي وقتها كانوا بيعذبوا جي. فبتدخل عليهم يونج، فاقترحت عليها يون ان هم يعذبوها بدلها، وبالفعل بتوافق يونج.
لكن بتوقفها هاري وبتخلي البنات تعتذر لها، فبتحدف سونج القلم في راس هاري وبتقول لها انها كانت تقصد يونج، وبتقوم تروح عندها وتعتذر لها، فبتمسكها وو وبتقول لها ليه بتتدخل، لكن سونج قالت لها انها مش في الفئة اف، وبتطلب هاري من وو انها تسيبها لان سونج اعتذرت خلاص، وبتقول له سونج ان اللعبه اللي هتحكم بينهم، وبتروح سونج للمكان اللي كانت بتقعد فيه مع يونج، وبعد شويه بتجيلها يونج وبيتكلموا، وبتقول لها سونج انها بتعمل كده عشان هاري صوتت لها، وبيروحوا يقعدوا مع جي في الكافيه، وبتفضل تعيط وتصرخ على صاحبتها اللي خانتها وما صوتتلهاش، وبتحكي لهم ان الفصل ما كانش كده وكان طبيعي لحد من سنه، لحد ما اقترحت رئيسه الفصل انهم يلعبوا لعبه، وان مش هاري اللي اقترحت الكلام ده، دي كانت بتتفرج وبس، وان التصويت هيكون لواحده بيشكروها، واعلى واحده فيهم هتاخد امتياز ومش هتعمل واجب اسبوعي طول فتره الامتحانات، وبدا التمييز بين الفئات مع مرور الوقت، وبدا يستخدموا العنف كمان، وان القواعد دي ما كانتش من البدايه، وانها اتطورت من نفسها. وبعدها بنشوف يون وهي رايحه لدوف بيتها، وبتقول لها ان اجتماعهم الجاي هيكون على يخت لمده ليله واحده، وان ده مش هيكون ممتع لان ابهاتهم هيكونوا معاهم، وان هم وهاري هيفضلوا يشوفوا بعض طول حياتهم، وانهم ما يخونوش بعض، بس ده مش اختياره بالاجبار. وبتقول لها دو انها مش بتلعب اللعبه عشان هي مش عايزه، وانها بتعمل كل اللي تقدر عليه. اما هاري وو كانوا موجودين في متحف للرسومات، وبتقول لها هاري انها متكبره وبتتصرف دايما كده، وعرضت عليها تشتري لها لوحه غاليه مقابل انها تخليها في حالها وتلتزم مكانتها والسلطه اللي في ايديها، ده كل ده بعد ما داست على رجليها. وبتفتكر هاري الاجتماع اللي اقترحت فيه يون ودول لعبه وقواعدها وكل اللي هيحصل فيها، وبنشوف سونج وهي بتقابل يونج وجي، وبتقول لهم ان هم يتبادلوا الاصوات عشان يضمنوا ان هم مش هيتعذبوا، وهيبقى كده 11 بنت في الفئة سي، وبكده ينهار الهرم بكل سهولة، وان اللعبة هتنتهي لما ما يبقاش حد يتعذب. وبتقدم لهم ورقة فيها كل اسماء البنات اللي في الفصل بعد ما صورتهم امبارح من الشؤون، وبيتعرفوا على كل واحدة في كل فئة ووالدها بيشتغل ايه، وبيختاروا منهم 3 كمان عشان يكونوا صداقة معاهم ويصوتوا لهم. وفعلا سونج بتبدأ تقرب من البنات وتتعامل معاهم، وفي نفس الوقت بيعلموا يونج ازاي تتعامل معاهم بدل ما يخافوا منها كده. وبتقابل يونج مدرسة فبتوقفها تسألها لو حد بيضايقها في الفصل، لكن قبل ما يونج تتكلم بتيجي هاري وبتسلم على المدرسة، وبتاخد يونج وبتمشي، وبتقف معاها في مكان وبتقول لها كنت هتقولي ليه للمدرسة؟ فيونج انكرت وقالت انها عارفة ان ما ينفعش حد يعرف عشان لجنة العنف المدرسية ما تحققش في الموضوع. فبتقول لها هاري طالما انت عارفة كده ليه خرجت من الفئة اف؟ وازاي اتجرأت وبدلت الاصوات مع سونج؟ وقبل ما ترد يونج بتشوف سونج وهي بتحاول ترن عليها، فبتقفل التليفون بسرعه وهو في جيبها، وبتقعد سونج تدرس باقي البنات، وبتقترح سونج وقتها ان هم يهكروا تليفونات البنات وده هيكون اسهل ليهم، وان هم كمان يراقبوا يون وهيراقبوها عشان تساعدهم. لكن بتعرف سونج انها مع هاري واصحابها وان يونج بتراقبها، فبتحاول توصل لها قبل ما تسلمها لهاري، لكن بتدخل يونج وراها وبتلاقي هاري مستنياها وبتكتشف خطتهم، فبتجري سونج عشان تلحقها، وبتشوف يون ماشيه فبتدخل لهاري ويونج وبتقول لهم هاري ان يون قالت لها ان سونج بتضايقها، وبتفضل تسأل عن حاجات كتير، ويونج كانت بتراقبها، لكن بتقول لها سونج انها كانت عايزه تتصاحب على يون، وان طالما هي مش مرتاحه خلاص، فبتطلب منها هاري انها تقعد جنبها وانهم يكونوا اصحاب، لكن بترفض سونج، فبتطلع حارس جرة وبتشربها. فبتقول سونج في عقلها ان هاري كده ظهرت على حقيقتها، وبيروحوا يقعدوا مع صاحبتهم التالتة جي وبيحكوا لها على اللي حصل، فبتخاف وتفضل تعيط كعادتها، فبتقول لهم سونج ان هم يغيروا خطتهم. اما هاري فبتبعت بنت عشان تشكك جي في سونج ويونج، وبالفعل بتنجح في كده وبتنفذ اللي قالت لها عليه هاري، وبتروح سونج للسوبر ماركت واللي بيبقى عارف كل حاجه وكان بيساعدها، فبيتعرفوا ان خطتهم فشلت، وبما ان له في البرمجه فبيقدر يشتغل على اللعبه دي وبيظهر له النتائج، فبتتصل عليه اخته وبيروح يحط ازازه ميه قدام الاوضه وبيمشي، وبنلاقي الباب اتفتح وايده اتمدت اخدت الازازه وقفلت الباب، وبتستقر سونج واصحابها على ريم انهم يضموها ليهم، لكن بتقول لهم يونج انهم كانوا اصدقاء وهي خانتها. فبتبدا سونج ترجع لتفكيرها في الموضوع، وبتقدر توصل ان هاري هي اللي اختارت يونج وريم، فبتسأل يونج لو كانت صاحبة هاري قبل كده او تعرف السبب اللي اختارت عليه ريم، لكن بتيجي يون عشان تعذب وتتنمر على جي اللي بتبدأ تصرخ، وبتبقى يونج عايزة تساعدها لكن سونج بتمنعها. وقتها بتفتكر يونج وهي صغيرة لما كانت بتلعب مع هاري، وبتيجي يون لهاري وبتقول لها ان والدها عازمهم النهارده، لكن هاري بتعتذر وتمشي. فبترجع يون للبيت وبيكون باباها متعصب جدا، واول ما بتدخل بيحدفها بالفنجان في دماغها وبيجيب عصايه ويضرب فيها، فبتروح المستشفى بتاع بودو واللي بيحذرها من تعاملها معاهم. وفي المدرسه سونج بتقابلها المدرسه واللي بتسالها عن اللي بيحصل في فصلها، لكن بتفتكر المدرس ايمو كلامه واللي عمله معاها، فبتشكرها على اهتمامها وبتقول لها ان هي هتتصرف بنفسها، وبتروح تزعق لجي لان هي السبب في ان المدرسه تعرف وانها بتحاول تبوظ كل حاجه.
وما بيخلاش طبعا كلام جي من العياط، وانها بقت بتكره المدرسه، وان بيجي لها كوابيس كل ليله بسبب اللي بتشوفه في المدرسه. فبتقول لهم سونج ان هم لازم يثقوا في بعض اكتر من كده عشان الخطه تنجح، وبتفكرها بالمعايره اللي عملتها زمان فيهم. فبتمشي جي، فبتتصل هي على سونج، فبيروحوا يقابلوها وبتسألهم عن السبب اللي بيعملوا كده عشانه. فبتطلع سونج الورقة اللي كانت صوتت فيها هي، وبتهددها انها تعرف صاحبتها انها خانتها وما صوتت لهاش. وبناء على ده قالت لهم هي انها تصوت لهم الجولة الجاية. اما اخت الولد بتاع السوبر ماركت بتقعد تصرخ، فبيدخل يشوفها، وقتها بيلاقي صور لبنت مفتوحة على التابلت وبيعرف هي مين. وبتروح هاري تطمن جي ان كل حاجة هتكون كويسة قريب. اما سونج فبتاخد يونج وبيتمشوا، وبيقرروا ان هم يسيبوا جي تهدى شويه. وبيشوفوا اخو تشو اللي هو الولد بتاع السوبر ماركت وهو طالع من المدرسه، فبتطلع وراه سونج وبتتصل بيونج عشان يسجلوا كل حاجه، لكنه بيضربها وبتفصل المكالمه منهم. فبتطلع يونج، لكن بتقول له سونج انها عارفه انه هاكر، وبتساله بيعمل ايه هنا، وبيبقى موجود لنفس السبب اللي بيسعوا عشانه، وهو لعبه التسلسل الهرمي واللي بسببها اخته اتاذت. فبتقرر سونج ان هم يتعاونوا معاه ويساعدوا بعض طالما هدفهم واحد، وان الحاله اللي وصلت لها اخته سببها التنمر والعنف المدرسي بسبب اللعبه، وانها للاسف كانت ضحيه. وبتعرض عليه ان هم يتعاونوا سوا، وبيبدا هو يهكر تليفونات البنات واحده واحده، وبيتساعدوا سونج من المدرسه وكمان يونج. اما جيفا بتدخل تعيط في الحمام بعد اللي حصل لها من يون واصحابها، فبتروح لها سونج وبتقول لها على كل الاخبار اللي وصلوا لها مؤخرا، وان هاري السبب في كل ده. وبترجع جي عشان تساعدهم من تاني، وبتيجي يونج وبتسالها عملت ايه مع جي، فبتقول لها ان هم بقوا اصحاب دلوقتي، وانها استخدمت طريقتها عشان تقنعها. وبتروح سونج لاخوه وبتعرفوا على هاري من الصوره، وبتقول ان جدتها هي اللي سامحه لها تعمل كل اللي هي عايزاه، وان هي نقطه ضعفها. وبيجي يوم تجمع الاباء النهارده، واللي هو نفس الوقت بيكون فاضل يوم على التصويت الجديد. وبتطلب جي من يونج انها تتعرف على سونج وجي، وفعلا بيروحوا بيقابلوهم، وبتقول لهم انها عايزه تنتقم من البنات دي، وخصوصا هاري اللي خانت يونج السنه اللي فاتت. وبتقول لها ان ريم خانت يونج بسبب ان هاري ورطتها، وان هاري عارفه كل حاجه بتحصل وايه المفروض اللي يحصل بالظبط. فبيقعدوا الثلاثي المرح سونج ويونج وجي عشان يجددوا خطتهم، وفي نفس الوقت بيجتمع الاباء، وبيجي والد سونج وبتبدا تستجوب المدرسه عن حياه بنته، وبتعرفوا ان في عنف مدرسي في فصلها. وبتقابل سونج البنت اللي صوتت لها، وبتقول لها انها حللت كلامها، وانها عارفه ان هاري بتهددها بحاجه. وبتطلب منها سونج انها الجوله الجايه تكون في الفئه اف، ولانها متدربه في شركه كبيره وكمان من عيله غنيه، فلو بقت من الفئه اف فمحدش يقدر يتنمر عليها، وانهم عايزين يخترقوا النظام وتفوز على هاري، وبما انها الوحيده ضد اللعبه هتساعدها يفسدوا لعبه التسلسل الهرمي. وبكده يخلص الجزء الاول، وانتظرونا في الجزء الثاني ان شاء الله، لان المسلسل لسه بيعرض حاليا. واتمنى تكون القصه عجبتكم. سلام.